هتعمل انا لو قلت لك ان البيج رامي بيلعب تمارين الصدر بتاعته كلها بتكنيك غلط؟ يعني لو بصينا على التكنيك بتاعه لقى قوه مفتوحه على الاخر زاويه 90، والحكايه دي في كل الكتب مكتوبه ان هي غلط ومفروض تلعب كوعك مضموم شويه زي كده. هتعمل ايه بقى لو قلت لك ان الحاجه اللي بيقولوا عليها غلط دي لو جربتها هتحول صدرك 180 درجه؟ تعال نعرف سوا يعني ايه. لو بصيت في اي كتاب تشريح هتلاقي ان الوظيفه الاساسيه لصدرك اصلا ان هي تضم كوعك زي ما بيحصل في تمارين التفتيح، وده اللي بيحصل لما بتفتح كتفك على الاخر. طبعا الكلام ده ما اخترعوش كابتن رامي من دماغه. لو بصينا على لعيبه المدارس القديمه هنلاقي فينس جوروندا المدرب الاسطوري كان بيقول لك تلعب البنش بريس، تفتح كوعك على الاخر وتتخيل ان البار بينزل على رقبتك هيقطعها، عشان كده بيسميه تمرين المقصله. ده مش كده كمان، ده كان بينصح ان انت تلعب المتوازي بنفس الشكل. ومش كده كمان، ده لعيبه الجمباز عندهم شكل للضغط بيسموه الضغط البلغاري، كوعك بيتفتح زي كده وبيتضم ويبعد. الحكايه دي بتخلي صدرك يشتغل بشكل خرافي، بس في مشكله بسيطه تعال نعرفها سوا. لما تفتح كتفك اكتر من زاويه 60 70 كتفك بيتحط في وضع اسمه الدوران الداخلي. الحكايه دي بتزود فرصه الاصابه لعضلات الكتف الدواره المسؤوله عن حمايه كتفك. عشان كده كل كتب الاصابات بتقول لك المفروض تضم كوعك 60 ل 70 درجه. طب المفروض اعمل ايه؟ طالما نعمل تمرين خطر زي كده بيحمل على المفاصل يبقى قدامنا كذا خيار. اول خيار ان انا اعمل تاهيل كويس جدا لكتفي. عاده لو عملت التمرين بالتمرين دون اللي بيسموه شولدر ديسلوكيتس، والتمرين التاني اللي هحطه دول هيقووا لك عضلات كتفك الدواره، وهتقدر تعمل التمرين ده وانا بقالي فتره كبيره جدا بستخدمه من غير ان كتفي يوجعني. الحل التاني احنا قلنا المبدا ده مش لازم يتلعب بيه في البار، ممكن تجربه في دمبل، ممكن تجربه على الكابلات، ممكن تجربه في الضغط زي ما بتوع الجمباز بيعملوا. نقي شكل فيهم ما يكونش بيوجع لك كتفك. انا شخصيا اكتشفت ان انا بلعب على الكابلات الشكل الهجين اللي بين التجميع والتفتيح بلاقي صدري بيشتغل جامد جدا باوزان كويسه من غير ما يوجعني. جرب وشوف. وفي النهايه لو لقيت كتفك بيوجعك والتاهيل برضه مش جايب نتيجه، محدش ضربك على ايدك ومش لازم تلعبه بالشكل ده، ممكن تلعبه بالشكل التقليدي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وحمل الكتاب بتاعي اللي فيه اغلب تكنيكات التمرين مجانا. باي يا شباب.